السلام عليكم ومرحبا بكم في زينة سباتيس للطبخ والحلويات. في هذا الفيديو غادي نخدموا مع بعض العسل بانواعه وجميع اسراره. كيف ما كنعرفوا كاملين كلشي كيعطي المقادير والطريقه، ولكن قليل اللي كيعطي اسرار النجاح واسباب الفشل والحل. اليوم في هذا الفيديو كيف ما عودتكم دائما غادي نعطيكم اسرار النجاح وحلول المشاكل اللي تقدروا تطيحوا فيها، ومن بعد غادي ندوزو طريقه التحضير. عندنا جوج انواع ديال العسل العادي اللي كنخدموا به في الفطائر وباقي الاطباق، والعسل الخاص بالمعسلات. وكقاعده عامه لتحضير العسل كنحتاجو في كل 2 كيلو ديال السكر اطرو ديال الماء، هذا في العسل العادي. ولكن في المعسلات هذاك الاطرو ديال الماء كنقص منه كاس ونص باش كيجينا العسل عاقد اكثر. ندوزو دابا لشنو الاشياء اللي كتساهم او اللي كتساعدنا باش العسل ديالنا يجي عاقد. انا كندير معاه حبات من المسكه الحره، من 2 الحبات حتى ل5 الحبات على حساب المتوفر عندك. لكن ما كنصحكش اطلاقا باستعمال الجليكوز. علاش؟ الجليكوز فعلا الا درتيه كيولي العسل عاقد وزوين، ولكن ملي كتعسلي به الشباكيه ولا باقي المعسلات مع المده كيولي بيض من التحت. مثلا هزيتي البواطه كتلقاي التحت ديالها ولا كامل بيض. هذيك الشباكيه داك العسل اللي مغلفه به الشباكيه كيولي بيض، كتولي تبان لك الشباكيه بحال شويه باته، بحال بدات كتبيض. هذاك التاثير ديال الجليكوز. داكشي اش كنقول لكم امكن تفادوه. وإلا درتي غير هادشي اللي هي الطريقه اللي كنخدم بها انا، كوني على يقين انك ما غاديش تحتاجي الجليكوز نهائيا. ندوز دابا بالنسبه للسكر. كنستعملوا اي نوع ديال السكر، اما القالب ولا الباكيه ديال السنيده ولا الباكيه ديال السكر اللي كنستعملوا في اتاي ولا ديال القهوه. المهم اي نوع ديال السكر كتخدمي به، ولكن كيبقى من الاحسن تخدمي بالقالب الا كان عندك الوقت. يعني تهرسيه وتخوي عليه الماء وتخليه يطلق شويه صافي وكتخدمي به. هذا الا عندك الوقت وبغيتي مثلا تخدميه لدارك ولا شي حاجه، ديري القالب زوين، كيتقل العسل كيجي ثقيل وكيجي بنين، يعني المذاق ديالو كيجي احسن. المهم ما عرفتش انا واش زايدين فيه شي مكون، المهم هو كيبقى افضل. انا كنخدم بالسنيده. علاش؟ حيت السنيده انا ما عنديش الوقت باش غنهرس السكر ولا باش نخوي عليه الماء ونتسناه حتى يذوب ولا شي حاجه. ما عنديش الوقت، عندي كوموندات بزاف، صافي كنخدم غير بالسنيده، كتجيني اسهل دغيا كنخدم بها وحتى هي كتجي زوينه. يعني هي اللي كنخدم بها وكيجيني العسل زوين وكيعطيني مذاق زوين في الشباكيه. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اذا بالنسبه للعسل اللي غنخدموا به اليوم هو العسل الخاص بالمعسلات، هو اللي محتاجينه حاليا حيت باش نخدموا المعسلات ديال رمضان. في الكوكوط كنوضع 750 مليلتر ديال الماء، يعني اطرو لاروب، ما يعادل 4 الكيسان ونص. حنا كنعرفوا بان نص اطرو فيه 3 الكيسان، وحنا دابا بغينا 750 مليلتر. يعني هذاك الاطرو كنحيد منه كاس ونص، كتبقى ليا 4 الكيسان ونص هما اللي كنديرهم ديال الماء، وكنزيد عليه 2 كيلو ديال السكر وحامضه مقطعه وعود ديال القرفه. هادو هما الاساسيين في العسل. ندوزو دابا للتنسيم. باش كنسمو بالباديان والقرفه، هما باش كنسم انايا، وكنزيد عليهم حبات من المسكه الحره باش كتزيد تعقد ليا العسل باش يجيني عاقد. وكنسد عليهم الكوكوط وكندير الصفاره وعافيه تكون متوسطه، نقصي منها شويه ونخليه يطيب تنشم الريحه ديال العسل. ما شميتش الريحه ديال العسل ولا ما خفتو يتحرق ولا شي حاجه، غير كتصفر الكوكوط كنحسب ليها نص ساعه ولا ما بين ثلث ساعه حتى نص ساعه، وكنحل عليه. لقيتو اللون ديالو ولا مارو، داك الحامض ولا اللون ديالو مارو، كنطفي عليه. لقيتو باقي اللون ديالو باقي ما ولاش مارو، صافي كنخليه يزيد، كنسد عليه وكنرجعو يطيب. كنحسب ليه شي 10 دقائق بحال هكا وكنطفي عليه. وبالنسبه الى جاك مثلا عاقد كثر من القياس، كتزيدي عليه شويه ديال الماء على حساب نتيا وكيفاش جاك عاقد كثر من القياس، كتزيدي مثلا كاس تاع الماء وكتشوفي جاك هو هذا المهم كتبقاي تزيدي في الماء كتشوفي واش وصلتي للقوام اللي خاصك ولا لا، غير هو ما يجيكش ثاني جاري كثر من القياس. وبالنسبه للناس اللي ما كيخدموش بالكوكوط مثلا ولا كيخليوها محلوله وكيبقاو يحركوا مره، هذيك الخدمه من الاحسن تفادوها، لانها كتعيي بزاف وكدير بنقص من الشباكيه وبنقص من المعسلات، حيت فيها تماره.
هذه اسهل طريقه واضمن طريقه. ديريها اختي في الكوكوط وسدي عليها وسيري جلسي صافي. غديري السكر، الماء، الحامض، داك باش كتنسميو هذا القرفه وداكشي صافي اختي، وسدي عليها وسيري غتشمي ريحه ديال العسل نوضي طفي عليها. ما شميتيش الريحه نوضي تحسبي لها غير واحد نص ساعه ولا ثلث ساعه وقلبي الكوكوط. بان لك خاصها يزيد يتحمر شويه، رجعي سدي عليها واحد 10 دقائق وحيديها. بان لك هذا صافي اللون هو هذاك صافي حبسي صافي. يعني صافي وانت ساليتي، ما قال حرك، ما قال بقى تقلب، ما حتى شي حاجه. الكوكوط اسهل حاجه، ما كيبقاش يجيك العسل نهائيا صعيب وكيطيب دغيا في ساعه. ماشي بحال داك اللي كيبقى النهار كامل وتمشي عليه وتبقاي تحركي وعندك يتحرق وخاصك تبقاي مره تزيدي حيت الماء كيتبخر وكل العسل كيدير. يعني ماشي خدمه هذيك، انا بعدا ما كنحملهاش هذيك الخدمه صراحه. كندير هذه في الكوكوط خفه نزربن وكنبقى مهانيه عليها. بعد ما طاب لينا العسل كنحلو عليه كنلقاوه جاري، حيت السخون كيكون جاري. كنخليوه حتى يبرد تماما وكنقلبوه. لقيناه عقاد داكشي اللي بغينا، لقيناه مازال جاري كنرجعو يغلي مزيان وكنطفيو عليه. كنخليوه حتى يبرد تماما. لقيناه عقاد داكشي اللي بغينا. لقيناه رغم اننا رجعناه يغلي لقيناه مازال جاري. شنو كنديرو؟ كناخدو كيلو ديال السكر وكنزيدو عليه كاس ديال الماء وكنطيبوه نسدو عليه يطيب. هاد كيلو ديال السكر مع كاس تاع الماء غيجينا هاد العسل عاقد بزاف. شنو غنديرو؟ غنزيدوه على داك العسل ملي غيطيب لينا وهو سخون، غنزيدوه على العسل اللي كان عندنا كان باقي جاري. ملي كنزيدو هذا اللي قاصح مع هذاك اللي يعني عاقد بزاف مع هذاك اللي جاري كيجينا القوام هو هذاك. يعني بحال عاد كناخذوا القياس اللي بغينا، عاد كيولي عاقد كيف ما حنا باغيين. كان عقاد مثلا طيبتيه ولقيتيه عقاد لك بزاف، يعني كنتي مثلا في المره الاولى فاش طيبتيه لقيتيه جاك عاقد الى هو يعني باقي سخون وكتحسي به ثقيل، هذاك راه ملي غادي يبرد غيولي بحال الحجره، غيولي قاصح ولا غيجي عاقد اكثر من القياس. هذاك اللي كيكون عاقد بلا قياس هذاك كيهرس لك الشباكيه. شنو كديري؟ هذاك كتزيدي عليه غير الماء، كتزيدي كاس تاع الماء صافي وكترجعيه يغلي. يغلي بحال هكا غير شي 5 دقائق ولا 10 دقائق صافي وطفي عليه وتخليه حتى يبرد صافي وكتحصلي على القوام اللي انت باغا. انا هاد الحلول كنعطيهم لك في حاله ما وقع لك مشكل في العسل. اما الا تبعتي الطريقه اللي عطيتك ما تحتاجيش نهائيا لا تزيدي لا تنقصي. ديري 2 كيلو ديال السكر مع ايطرو لاروب ديال الماء غيجيك العسل هو هذاك عبار صافي. وديري معاه محامضه وعود ديال القرفه ولا 2 عويدات ديال القرفه والباديان والقرنفل باش تنسمي ومسكه حره باش كيزيد يعقاد لك باش ما توقعي حتى شي مشكل. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.